الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير. هعمل معاكم النهارده طريقه لسوى البط اللي اهوت قدامكم. بعد ما استوى الاكل، وعامله معاه برامة الرز، وعامله معاه ملوخيه ناشفه. هتشوفوا طريقتها معانا وطريقه البرايم معاكم اهو. دي محمراه في الفرن، مش في سمنه على عين البوتاجاز، عشان عين البوتاجاز دي تاخد منك سمنه كتيره. دي لو عايزه تاخدي سمنه شويه صغيرين، حمريه في الفرن زي ما هتشوفوا قدامكم كده اهو. بعد ما استوى الاكل، بعد ما استوى، عامله معاه سلطه ومخلل وملوخيه ورز. معايا بقى بطه بقى كنت مفرزاه في الفريزر اهيت، بتقطعها 4 تربع، كل ورك لوحديه، والست بتقطع نصين. الصدر بتعمل نصين. معايا بقى ميه مغليه نحط فيها ورق لورا وفلفل حصى، عشان الفلفل البودره بسمر الشوربه. ومعايا طماطم وبصل اهو. بس كل ده حتى لما الميه تغلي، نسقط بقى اللي هي البطه المتقطعه 4 تربع ديت اهيت. بس كل ده بعد الميه ما تغلي، عشان تعملي اللحمه دي اسقاط ذاتي، عشان لو فيها ميكروفات ولا حاجه الميه اللي ما غلت اللي بتقتلها. معانا بعد ما استوت نطلعها بقى اهيت، وهنحطه في صينيه كده. البطه بعد ما استوت يعني اهي، وهنروح بقى نحمرها في الفرن، مش على عين البوتاجاز. هتندهن سمنه بسيطه خالص، مش هتاخد منك سمنه كتير. وانا هرش على ملح وفلفل، ده ملح وفلفل برش عليه، وندهنها سمنه زي ما انتوا شايفين كده اهو. هتاخد معاكي سمنه بسيطه خالص، وهتحمر من فوق زي تحت في الفرن. دخلت بقى الفرن. هنيجي نعمل بقى ملوخيه. بنحط معلقه توم كده اهيت، او معلقتين توم على حسب كميه الملوخيه اللي تعمليها. تحط عليها صلصه بسيطه، معلقتين طماطم صلصه اهيت. هنحط بقى عليها شوربه من شوربه البط قدامك اهو، على حسب كميه بقى الملوخيه. هنعمل معاكم ملوخيه ناشفه. ملوخيه الناشفه لازم تبقى قوامها غليظ عشان ما تسقطش معاكي اهي. ملوخيه ناشفه اهيت، شايفين خضره ازاي بعد ما انا منشفاها، وخضره اهي بعد ما استوت برضو. طريقة تنشيف الملوخية تشوفوها عاملاها على قناة على فيديو في القناة، يعني روحوا شوفوه. هنعمل بقى التقلية التانية اهي. الملوخية بتعمل لها تقليتين، واحدة في الأول واحدة في الآخر، ومعلقة كزبرة عليها وتومة يعني، وتحمروهم في سمنة برضو، وتحطوهم على الملوخية كده تطشوهم عليها. شايفين قوامها؟ لازم يبقى قوامها كده عشان ما تسقطش معاك. هنيجي بقى طريقة البرايم اهي. البرايم بتعيرها نصها رز والنص فاضي، عشان كمية الملح تحطي سمنة اهيت، تحطي زيت. وساعات بنعملها بالقشطه. انا مجربها معاكم كذا مره في القناه بالقشطه. او نص رز اهوت. والرز ده لازم يتغطى باللبن. وتحط برضو المقدار الميه بتاعها نص لبن ونص ميه، عشان لو حطيته كله لبن بتكتم معاكي وما يطيبش، ما تستويش كويس اهو. لازم يتغطى الرز باللبن عشان تعمل وش معاكي كويس. تحط ملح بقى تملحها زي ما انتوا شايفين كده. والاكله بعد ما استوى الملوخيه اهيت، والبط بعد ما اتحمر جميل خالص اهوت، عشان ما يخش منك سمنه كتير. حمريه في الفرن. والسلام، والبرايم قدامك اهي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.